أيها الإخوة الكرام، العشر الأول من ذي الحجة عشر مباركة، فيها يجأر الحجيج بأذكارهم وتلبياتهم إلى الله عز وجل، ويتجهز الناس للوقوف في عرفات، هذا اليوم الذي هو أفضل أيام العام، وهو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. وما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل رحمات الله على عباده. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، وهذه حقيقة، لأنه في حديث آخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. نلبس الثياب ولا تستقيم معنا أبد الدهر، إنما تبلى وتنتهي، فلا نترك أنفسنا عرايا، ولا نترك أنفسنا ترتدي ثيابا مهترئة ولا ممزقة، إنما نجددها بأفضل منها، نجددها بما يستر عوراتنا، نجددها بما يظهرنا بزينة من الزينة التي أخرجها الله لعباده. وهكذا الإيمان شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في القلب بالثوب على البدن، يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب.